يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض التورتايه اللذيذه قوي دي، تورته مشا والدب. طبعا هي تمشي اولادي وتمشي بناتي. المقاس معايا النهارده مقاس 20 في 30. وطبعا كالعاده مجهزين الكيك قبل ما نشتغل، قبل ما نصور علشان وقت الفيديو. وهسيب لكم لينك الكيك السبونج سواء الابيض او البني في التعليقات، لو في الفيسبوك لو على اليوتيوب هسيبه لكم في صندوق الوصف. طبعا الحشو معانا هنا كيك بني، معايا كريمة بيضة عشان ده طلب العميلة، مش بتحب الكاكاو مش عايزة الكريمة تكون بني. حطينا الطبقة الأولى وحطينا كريمة البيضة وحطينا جناش. طبعا الجناش كان تقيل شوية، كان عايز يتسيح، وبعدين أنا ما كنتش أخده بالي، سيحته بقى المرة دي وحطيت كمان معلقة نوتيلا كده. الميكس ده بيبقى رائع بجد، يعني الكريمة البيضة مع الجناش الشوكولاتة مع النوتيلا بيبقى ميكس حلو قوي. طبعا الكيك اللي هو المستطيل او المربع انا بحاول بعمله 3 طبقات بس مش 4 عشان ميبقاش مرتفع اوفر يعني، لكن المدور بيتعمل 4 طبقات عادي جدا. تمام. هنا بحط الطبقة الخفيفة من الكريمة، بغطيها بس كده، بغطي الكيك بتاعي بطبقة خفيفة من الكريمة علشان نلم بيه الفرافيت والحاجات دي. وتاني حاجة بقى، طبعا هي عشان مشا والدب طبعا ايه المفروض ان هي جنينة او حديقة وكده، فالارضية تبقى بتاعتنا لونها اخضر. جبت غطيته برضو تاني بطبقة الكريمة اللي لونها اخضر دي. وبعدين جبت السكرابر المشرشر بتاعي، انا عندي مشكلة بس صغنونة في الفيديو في الحتة دي بالذات يعني. بس تمام. هشتغلها كلها بالسكرابر المشرشر واقدر استغنى عن الخطوة دي كمان. تمام. جبت هنا معايا الكريمة البني، طبعا هنا ملوناها بلون بني وحاطه لها برضو ضايفه للكريمه جناش عشان تديني الدرجه دي ويبقى طعمها حلو. جبت التيب بتاع ورقه الشجر عشان يديني الشكل المثلث ده من فوق. شايفين عملتها من كل الجوانب بتاعه التورته عشان يعني ايه، عشان يبقى السور بقى بتاع الجنينه بتاعتنا بتاعت ماشا والدب، عشان هم بقى ايه كانوا في الحديقه وكده. تخيلوا معايا. عملته كده من كل الجوانب. طالع برضو شكله حلو. ممكن برضو تفتحي الفتحة بالمقص كده، بدل من لو مش عندك تيبي يعني تفتحيها يعني تقصيها على شكل 8 هيديكي نفس الرسمة دي. وهنا جبت التيب، ما تضحكوش من الاسباجيتي اللي نازل ده، الاسباجيتي ده المفروض ان هو نجيله يعني هو قالب على اسباجيتي شويه، بس في الاخر هيديني الشكل المطلوب. هو كان الكريمه شويه خفيفه فجيت اعمل النجيله، الروزيتات بتاعتها مش عجبتني بصراحه. هتشوفوا دلوقتي ان هي ايه، مش طالعه برضو احلى حاجه، مش النجيله الواقفه اللي انا عايزاها. فطلعت معايا كده مش مشكله، شغاله برضو، ما مش هتقول لا. وقت الاوردر بقى والكلام ده، فما فيش وقت ان احنا نعيد والكلام ده. فطبعا اهم حاجه عندي اللي هو ايه الشكل من بعيد يبقى حلو كده ولا كده يعني، كلها ايه بالنسبه اللي كانت نجيله او كانت سباكيتي زي كده هي هتتاكل يعني. تمام. هنا بقى التوبرات، التوبر ده يا جماعه يعني اختراع بصراحه، بيودي التورته في حته تانية وفي نفس التوقيت موفر عليا وعلى عميل، ولذيذ بيبسط الاطفال جدا جدا. برضو اللي مش يعرف المواقع اللي ممكن يعمل منها التوبرات، موقع اللي هو بنترست دوت، بتدخلي عليه وبتنقي الشكل او بتكتبي اسم الصورة اللي انت عايزاها، بيطلع لك اشكال كتير جدا جدا، تقدري تطبعيها من اي مكتبة، تقولي له عايزة اطبعه على ورق جلوسي او ورق كوشيه. تمام. بيبقى ورق مقور شوية. هنا بقى معايا بسكوت ساده، فرمته في الكبه كويس جدا عشان بقى ايه يدينا حركات الرمل بقى، حركات كده وتخيل يعني. فردته كده بمعلقه صغنونه خالص، حاولت افرده على اساس ان مثلا الناحيه دي بقى الخضره والناحيه التانية الخضره اللي هو النجيله يعني، واللي في النص ده الايه الرمله بقى ماشي والدب كده عشان يديني الايحاء بتاع شكل التورتيه. بصراحه كانت طالعه اموره والله ولذيذه قوي وعجبت العملاء جدا جدا جدا، وبابسط شكل وبابسط تكلفه. لو هنعمل الشغل ده عجين سكر هيكلف طبعا اضعاف، لان انت عندك عجين سكر تحتها يا اما كريمه زبده يا اما جناش، وطبعا في الحالتين الموضوع مكلف اكتر بكتير من الكريمه بتاعتنا. وبرغم ان احنا الكريمه بتاعتنا بنتحكم فيها ان احنا نقدر نخلي طعمها غني برضو، ان احنا نحط عليها لبن بودر او الحشو من الداخل، نقدر ندعمها بقى بصوصات بنوتيلا بشوكولاته بجناش. فاهميني؟
هنا بقى جبت برضو التيب بتاع ورقة الشجر دوت، وحزمت التورتايه بقى اللي هو السور بقى، عملنا له ايه، الحديد بتاع السور اللي حوالين الجنينة، حزمتها كده كلها واداني شكل حلو قوي ولذيذ بصراحه. التورته دي تورته ديما وريماس. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، وان شاء الله يا رب تكون التورته عجبتكم. مامتكم بلغتني طبعا انها عجبتكم، الف هنا يا رب عليكم، عقبال السنه الجايه، وان شاء الله تنول اعجابكم انتوا كمان، وتقوموا تنفذوها لاولادكم اللي بيحبوا كرتون ماشا والدب. شايفين لحد دلوقتي كده ايه، احنا ما كتبناش الاسامي، ما حطيناهاش قصدي، انا كنت عملتها بقى خلاص بالقطعات بتاعه عجينه السكر. ديما بقى فوق عشان هو اسم صغير شويه عن ريماس، وريماس هحطه على البورد من تحت. كنت بفكر احطه فوق، بعدين قلت لا المكان يبقى ضيق وصغير وكده، لا مش هينفع. حطيته على البورده من تحت كده، ويبقى احتفلنا بالبنتين في وقت واحد، وبتورته حاجه هما الاتنين بيحبوها، كرتون هما الاتنين بيحبوها، حلو جدا بصراحه. عايزه اقول لكم ان انا لو كنت طفله انا كانت هتعجبني التورتايه دي، والله العظيم كانت هتعجبني قوي. هنا حاولت بقى ايه يعني اكسر الالوان شويه دي. القلوب دي كنت عاملاها بالعجين السكر الباقيه من الاسم بتاع ديما، كام قلب كده وبتاع حركات عشان ايه نفنش في التورتيه، نخلي شكلها احلى يعني ولذيذ. ده كريسبي طبعا لونه نحاسي كده، حاولت اوزعه بشكل ظريف على التورتيه. يا رب يكون بس التورته عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك عشان ترفعوا الفيديو. كنت مع شيف اسماء طه، ان شاء الله ابقى معاكم دايما دايما، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. ما تنسوش بقى ايه تدعوا لي دعوه حلوه وتجربوا الفيديوهات. شايفين حلوه جدا بصراحه، طالعه اموره خالص. عايزه بقى الفت انتباه الناس اللي بتشتغل اونلاين لتورت زي كده، لازم تجيبي العلبه المرتفعه اللي هي 17 سنتي، اللي هي بشباك، من غير شباك مفيش عندي مشكله. اهم حاجه ان انت تودي التورته للعميله زي ما هي، لان هم لو ما بنودي لهم التورته فاضيه والتوبر فوق منها ما بيعرفوش اصلا يحطوا التوبرات مكانها فين، وبيبوظوا الدنيا كلها، ما بيطلعش بالشكل اللي انت عايزاه.